تخيل معايا كده فرح او خطوبه او ايفنت كبير، اي حد يقدر يجيب سماعتين واحلى بلاي ليست على سبوتيفاي، ولو معاك فلوس زياده كده هتجيب انغامي بلس وتشغل كل اللي انت عايزه طول الليل ب1/50 من الثمن اللي انت كنت هتدفعه. ومع ذلك الناس بتدفع آلاف إن لم يكن عشرات الآلاف من الجنيهات علشان يجيبوا الدي جي للإيفنتات بتاعتهم، مع إن هي ممكن تبقى نفس السماعات ونفس الأغاني، بس الإجابة مش في الأداة اللي بتستخدمها، الإجابة في الشخص اللي بيستخدم الأداة دي. ويمكن ده أهم درس في فن الحكي مش أي حد هيقول لكم عليه، وده اللي هنتكلم عليه النهاردة في الفيديو، فاتفرجوا للآخر. لأن نفس السبب اللي بيخلي الناس تستثمر في الدي جي هي نفسها اللي بتخلي الناس تستثمر وتجيب سبيكر معين للإيفنت بتاعها، ونفس اللي بيخلي دي جي معين يفضل معلق معاك بعد الحفلة بتاعته بأيام وأسابيع وشهور كمان، هو نفس اللي بيخلي السبيتش اللي انت بتقولها على المسرح تفضل معلقة مع الناس مدة طويلة. فلو انت بابليك سبيكر بتعمل ستوريز او حتى بتتكلم دايما قدام الناس في الاجتماعات، اتأكد انك تتفرج على الفيديو عشان في رسالة ليك. خليني ابدأ برسالة بسيطة، ان كل الادوات دلوقتي بقت متاحة. جوجل والاي اي ما بقوش سايبين لحد فرصة ان هو يحتاج يدور او يبقى مش عارف يعمل الحاجة دي ازاي. نفس الاغاني، نفس التراكات، نفس كل حاجة، ومع ذلك طعمها مختلف. عامل زي كده الاكل اللي بتاكله بره اكيد طعمه مختلف عن اكل ماما، ولو ان طبعا اكل ماما احلى. يعني ببساطه لو الموضوع كان فاس في الادوات ما كانش حد دفع في الدي جيز الارقام الكبيره دي. خليني احكي لكم حاجه حصلت معايا في خطوبه اختي. كانت راسها والف جزمه ومصره تجيب دي جي اسمه كريم نبيل، وقعدنا مع كريم ورحنا معاه ميتنج وقصه كبيره على ان انا رايح اجيب دي جي لخطوبه في الاخر. ولسان حالي ما كل دي جيز بيعملوا نفس الحاجه، فرقت ايه وايه اللي يخليني احط الارقام دي كلها؟ مش كلهم بيعملوا نفس الحاجه صح؟ غلط. كريم خلانا طول 5 أو تقريبا 6 ساعات في الخطوبة مفيش واحد بيقعد، مفيش واحد تعب، مفيش واحد زهق، مفيش واحد كان اوف مود علشان الأغنية اللي اشتغلت مش عاجباه. ليه؟ مش لأن أغانيه أحلى أغاني، تاني الأغاني موجودة عند كل الناس، ولا سماعاته أغلى سماعات، والتاني لأن أنا ممكن أجر السماعات دي بربع الثمن، لكن عشان كان بيتكلم لغتك. وفهمت الاجتماع اللي هو قعدوا معانا كان ليه. هو عايز يعرف اللغة اللي انت بتتكلم او انت بتتكلمي بيها، عشان دي اللغة اللي يخاطبك ويخاطبك بيها في الايفنت بتاعكم. انا مش بلعب مزيكا في ايفنت، انا مش بلعب مزيكا في خطوبة، انا بلعب مزيكا في خطوبتك انت، في خطوبتك او فرحك انت. وساعتها فهمت ان انت مش بتدفع فلوس علشان تجيب حد يشغل اغنية، انت بتدفع في حد يفهمك ويقراك ويعرف يتكلم لغتك. دول 3 دي جيز كل واحد فيهم بيتكلم بلغة مختلفة مع انهم كلهم عرب. كريم نبيل دي جي اللي عمل خطوبة اختي وكان مخلينا كلنا 5 ولا 6 ساعات ما حدش فينا زهقان ولا طهقان ولا بيدور على كرسي علشان يقعد، وبعد ما كنا بنقول مش هنعرف نقعد الناس دي فين، اكتشفنا ان الكراسي كلها فاضية لان الناس واقفة على الستيج. جورج ريشا الدي جي اللبناني الجميل اللي بيشتغل بالاوبن فورمات، والناس كلها فعلا بتبقى في حفلاته بتتنطط ومهايبره ومبسوطين وسعداء. ودي جي كلوي اللبنانيه برضو اللي بتشتغل بالاغاني الاورينتال والشرقي وبتخلي الناس تبقى مش بس قريبه من الروتس ومن الجذور بتاعتها، بس كمان عايشه في حاله كامله من الانبساط والفرحه. كل واحد فيهم بيتكلم بلغه مختلفه في المزيكا بتاعته. عندنا مثلا ريشا دي جي لبناني اتعرفت عليه في ريتريت هنا في مصر، كان عاملينه هوم اوف جريتنس. وبالرغم من ان انا اكبر من ريشا بحبه حلوين، الا ان هو كان دايما بيديني فايب والاحساس بتاع ان هو اخويا الكبير، بيقراني، شايفني، عارف انا فين، لا هلالي متضايق، لا هلالي محتاج ان انا اروح اتكلم معاه، محتاج كير شويه. ولما لاحظ ان انا عندي اصابه في كتفي اليمين وهو كان عنده اصابه مشابهه ليها، نادهني وقال لي لا تعالى انا هوريك شويه تدريبات انا كنت بعملهم هو يعني علشان يساعدوك على انك انت الرينج اوف موشن يكون احسن. تاني هو ما كانش مضطر ان هو يعمل ده، وده بره السكوب بتاع شغله، بس ده خلاني اخد بالي من حاجه مهمه جدا. الشخص اللي عنده ملكه ان هو يقرا قاعه، بيقرا اي قاعه في الدنيا، بيقرا قاعه في الفرح او في الخطوبه او في الكلاب اللي هو موجود فيه او في المكان اللي هو قاعد فيه مع ناس مش بيلعب لهم مزيكا انما مجرد قاعد معاهم، بيعرف يشوف اللي قدامه حاسس بايه ومحتاج ايه وايه اللي هيفرق معاه. الدي جي الحقيقي مش مجرد بيشغل مزيكا زي ما اتكلمنا، هو بيتكلم مع الناس باللغة اللي هم بيحبوا وبيفهموها وعايزين يسمعوها النهاردة.
وانا فاكر ريشا لما كان بيقول لي على بيتش كلاب اللي هو هيفتحه قريب في لبنان، كان بيقول لي لان هو عارف ان انا ما برقص وما بتحركش وما بتنططش، بقول لك ايه تعالى انت وحبايبك هم حبايبي بيرقصوا وانت هتقف جنبي على الستيج. وانا ساعتها مت على روحي من الضحك، يا عم ما تعلمني ان انا اتنطط وارقص عادي. لو انا عايز اوبن فورمات وعايز اتنطط واسمع تراكات هروح احضر ايفنت لريشا. لو انا نفسي اسمع نانسي عجرم وسان ليفان وتامر حسني هروح احضر كلوي، ودي الدي جي الثالثه وهي برضه لبنانيه. كلوي بتشتغل بالاورينتال فورمات، بتشتغل بالاغاني الاورينتال وبتدخل فيها طبعا التاتش المميز بتاعها، وبتخلي الناس كلها اللي حاضره معاها في الايفنت حاسه ان هي جزء من حاجه كبيره، بتنزل وسطهم وبالمايك وبتتنطط، بتعرف تتكلم لغتهم. مره كانت بتتكلم وعملت ريل عندها بشوفوها على انستجرام، وكانت بتتكلم في انترفيو في MTV لبنان وبيقولوا لها انت جميله، قالت لهم انا جميله وعارفه ان انا جميله وعارفه ان انا بعرف البس كويس، فاستخدمت ده في شغلي. اسيت موجود عندي طول زيها زي العلم اللي موجود عندي، استخدمته زيها زي ذكائي، استخدمته زيها زي ان انا عندي ماسترز استخدمتها. وزي ما اتكلمنا عن ريشا ان هو كان بيقرا الناس اللي حواليه، كمان مهم ان انا اعرف اقرا نفسي، وده اللي كانت كلوي عاملاه لما قرت التالنت والسكيل والفاليو اللي موجوده عندها، يمكن مش موجوده عند ناس كتير وعرفت تستخدمها صح ازاي. عشان كده لو انا نفسي احضر حاجه كوزي كده مع بعض، مجموعه اسره مع بعضينا فاميلي، حتى ولو الموضوع كبير بس جاذرينج مع بعض، احضر حاجه لكريم نبيل. لو انا نفسي احضر تراكات وترانسات وهايبس وتنطيط، يمكن انا ما بتنططش بس بحب اسمعهم، احضر حاجه لجورج ريشا. ولو انا نفسي احضر حاجه اورينتال وستايل شرقي وجميل وبسيط ونانسي وسان ليفان، هحضر حاجه لكلوي. اهم حاجه ان انا ابقى عارف الملكه اللي موجوده عندي وما احاولش اهاف ات اول زي ما بنقول، وابقى بعمل كل حاجه، وده اللي بيخلي كل واحد فيهم يبقى مميز. في زمن الدي جيز ماليين الدنيا وبلاي ليستس على قفا من يشيل، بس الاستثمار الحقيقي مش في ده، الاستثمار في البني ادم المتحدث اللي انت جبته علشان يتكلم اللغه بتاعه الحضور بتاعتك. لو واحد فيهم حاول يخرج من جلده، الناس مش هتصدقوا على رأي فيلم لا مش هبقى ممكن اعتموها. عشان كده مهم جدا ما نحاولش نخرج بره جلدنا عشان نرضي الناس اللي قدامنا. انا تاني، مع ان هي نفس السماعات نفس الميكسر ونفس السورس اللي انا بجيب منه الاغاني، بس التراك اللي كريم هيشتغله بطريقه، كلوي هتشتغله بطريقه تانية خالص، ريشا هيشتغله بشكل تاني خالص. ولو لسه فاكرين ان الفيديو ده بيتكلم عن الدي جيز يبقى انتوا مركزتوش، واسمعوا الحته اللي جايه دي عشان هتفرق معاكم. ارجعوا معايا كده لاي سبيكر حضرتوا له حاجه وكلامه علق معاكم، غالبا هتلاقوا نفس الكلام ده انتوا سمعتوه مليون مره قبل كده، بس هو قاله في الوقت الصح بالطريقه الصح في الاوضه الصح اللي انت محتاج انك انت تسمعها فيه. هو ما بعلكش معلومه جديده، هو بس قرا القاعه فعارف انت محتاج تسمعها ازاي وامتى، محتاج اقولها لك في اول الكلام ولا في نصه ولا في اخره، محتاج اقولها لك بوش جد ولا محتاج اقولها لك وانا بضحك، محتاج ان انا اوجهها لك من حته اثارتي ولا محتاج ان انا اوجهها لك من حته فيها حب وقرب منك. في حياه اي بابليك سبيكر في الدنيا المعلومه هي بلاي ليست اللي هو بيتحرك بيها، والمتكلم بيبقى هو الدي جي. وعشان كده ممكن جدا انا وحد تاني نقول نفس المعلومه والناس يقبلوها منه هو وما يقبلوهاش مني انا، او العكس، حسب الطريقه اللي اتقالت لمين امتى فين ازاي وليه. ازاي بقى تبقى انت دي جي مش بلاي ليست؟ ركز في الاربع حاجات اللي جايين دول كويس قوي. واحد، المهاره بتتبني مش بتتولد. محدش خرج من بطن امه متحدث رهيب ما جابتوش ولاده، كلهم اتدربوا واشتغلوا على نفسهم وجربوا مره واثنين وثلاثه واربعه. فما فيش عيب لو انت حابب المجال ده انك تبدا فيه، تتدرب فيه، تشتغل على نفسك، تتعلم مهارات جديده، تروح لبابليك سبيكينج كوتشز انا او غيري وتتعلم المهارات اللي انت محتاجها عشان توصل للليفل ده. 2، قبل ما تلعب اقرا، قبل ما تقف على الستيج وتتكلم اقرا الناس اللي انت بتتكلم معاهم دول مين، جايين من الشغل تعبانين، في بدايه اليوم فرحانين، عايزين يشربوا قهوتهم ولسه ما فوقوش، محتاجين حبه انرجي في الاول، لا وشهم جد قوي، محتاج ان انا اكسر الموضوع بحته كوميديه. انا مره رحت ادي توك في ايفنت وكان التعليمات جايه لي واضحه وصريحه من حد من بره وقال لي بالظبط كده، الناس دي سيريس جدا، ما تهرجش معاهم، ما تضحكش معاهم. انا رحت وقفت على الستيج، شفت الناس
وحسيت ان هم محتاجين يضحكوا، هم هيموتوا ويضحكوا، وغيرت الفورمات اللي انا بقدم بيها توك علشان تتناسب مع الحاجه اللي هم محتاجينها، مش اللي اتقالت لي ان هم محتاجينها. اقروا الاول قبل ما تلعبوا، قبل ما تكلموا الناس شوفوا هم مين، اقروا القاعه. تالت حاجه التوقيت، timing is everything. الكلمه اللي بتتقال في الاول ممكن تتقال ويبقى ليها معنى تاني في النص، ممكن يبقى ليها معنى مختلف تماما لما تتقال في الاخر. المعلومه مهمه في مجموعه لسه بتفوق وبتصحى، هتموت ومش هتعلق معاهم. لما تتقال في النص هيبقوا في اعلى مستوى. المعلومه مهمه مع ناس اكتف، ما تديها لهمش في الاول، اديها لهم في الحته اللي هم هيبتدوا يساتلوا داون ويهدوا علشان يستوعبوا المعلومه. امتى اقول ايه فين ازاي بتفرق جدا. اهتموا قوي بالتوقيت اللي انتوا بتقولوا فيه الحاجه. ورابع حاجه اعرفوا حجم القاعه وحجم الجمهور اللي انتوا بتتكلموا معاه. نفس الاغاني اللي بتتلعب مع مجموعه صغيره ممكن تتلعب مع مجموعه كبيره باختلاف الصوت والتيمبو وطريقه اللعب. في سبيكر قوته في ان هو يكلم المجموعه الانتيميت الصغيره، وفي سبيكر تاني قوته في انه يكلم الحشد الكبير. في حد بيعرف يتعامل مع ده ويحب يقسم المجموعه الكبيره قوي مجموعات صغيره لان دي وسيلته في انه ينقل المعلومه بشكل بيرسونال. وفي حد تاني بيحب يبقى قدامه المجموعه الكبيره وبيعرف يتواصل معهم كويس. اعرف انت مين واعرف حجم القاعه اللي انت بتتكلم فيها ايه، عشان طريقتك هتختلف من قاعه لقاعه تانيه. خلاصة الكلام، الادوات متاحه للكل، المعلومه بقت موجوده في كل مكان، فاي حد يقدر يجيب سماعات ويشغل، اي حد يقدر يعمل ريسيرش ويمسك الحديده ويتكلم قدام الناس كلها. بس واحد بس في القاعه، واحد بس في الكلاب، واحد بس في الحفله هو اللي هيعرف يقرا الناس ويديهم الحاجه اللي هم محتاجينها بالشكل الصح. مفيش واحد اتولد متحدث عملاق جبار، ومفيش واحد اتولد دي جي رهيب. بنتعلم مع الوقت، بنبني مهاراتنا خطوه خطوه. وفي النهايه اتأكد دايما اي مسرح انت واقف عليه، اي ستيج انت موجود فيه، اي روم، اي اوضه، اي مجموعه ناس انت موجود حواليهم، انك تبقى دايما انت الدي جي مش البلاي ليست. لو فيديو ده شفت فيه فايده اعمل سبسكرايب وبعته لحد انت عارف ان هو محتاج يسمع الكلمتين دول، وقول له يبقى هو الدي جي.